بيفضلوا يعدوا الايام وليالي عشان ليله العمر، ويجهزوا ويظبطوا هنعمل كذا، لا 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 احنا هنتدرب على الرقصه دي، رقصه نشيد العاشقين، عارفينها ولا لا؟ وبيبقوا عاشقين قوي من العيار التقيل. بقول لك ايه يا عروسه، ما تتعبيش نفسك مع عريسك، لانه هيقول لك حفظت الرقصه، ولكن ساعه الفرح هتتفاجئي. صدقيني واسمعي مني، انا شفت كتير قوي. هتلاقي حركات يمين وشمال وفوق وتحت، وتقولي هو ده اللي انا علمته لك؟ ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ وتنكدي على نفسك والفرح كله يقلب نكد. فليه من الاول ما تسيبيه يعمل اللي هو عايزه؟ سيب الفرح يمشي زي ما يمشي، بهبله بتنطيطه. اوعي تقولي له انت بتعمل ايه يا مجنون، زي بطله حكايتنا دي قالت لجوزها. طب ما تيجي نعرف ايه اللي هيحصل. بيدخلوا على طلي بالابيض، طلي وتنتهي ببهدله ما يعلم بها الا ربنا، وتصرفي وتكلفي والعريس يدفع دم قلبه، وفي الاخر مع الفرهده بتاعت الرقصه الاولى تقولي هو ده اللي انا دخلت بيه؟ بقى انا دخلت بطلي بالابيض كده؟ يا خساره والله. هنفترض يا عريس انك وصلت للحظه اللي هي ياه الفرح، اخيرا جه اليوم اللي ابقى معاك، شوف كام سنه وانا بستناك. مش للدرجه دي يكون رد الفعل يا عريس، ما تهدى شويه. قال لها اتفرجي بقى انا هعمل لك ايه، ده انا قلبي حافظت عليه، اوصف لك ايه مش لاقي كلام يتقال، وهوب دبل كيك جابها من طرحتها. الحقيقه انه موقف غريب وعفوي في نفس الوقت. 12 فيديو العروسين، تمام، الف مبروك يا عروسين واحلى فرح، بيرقصوا بس اندمجوا بزياده شويه، وخاصه العريس مع التنطيط والحركات بتاعته بدأ يمسك في طرحة العروسة، يجر ويشد فيها وهي تشد من الناحية التانية وتصرخ انت بتعمل ايه يا مجنون؟ الله يكون في عونها والله. انتوا ما تعرفوش اللي مزروع في شعرها علشان تثبت الطرحة عامل ازاي وقد ايه، والعريس ولا هو هنا ومكمل عادي ومديها رقص وتنطيط، ومع كل حركة يشد العروسة من طرحتها اكتر، وخلاص راسها قربت تدخلها اصلا. ده انت لو قاصد تضربها يا شيخ مش هتعمل كده. ما هي يا عريس تهدى شويه، اهدى شويه، في ايه؟ ده انت بتحبها يا اخي، ده انت بتحبها قوي جدا. ولكن الغريب ان بعد كل الشد ده تخيلوا ايه اللي حصل، الطرحه ما اتخلعتش والله، ولا وقعت من شعرها اصلا. وده ان يدل على ضمير الفيل ديزاينر بتاعه. شابوه بجد بجد بجد. المفروض العروسه بعد ما تروح من الفرح وتنشر صورها لازم تعمل ريفيو وتشكر الديزاينر بتاعه على الثبات اللي كانت فيه. برضو خلينا نقول ان تصرف العريس مش طبيعي خالص، وجمهور السوشيال ميديا رجح انه اكيد مش في وعيه وتحت تاثير اي مخدر. اصل يا جماعه محدش يعمل كده. تفتكروا هو ايه اللي حصل؟ اكيد العريس كان عايز يوصل لها احساسه، بس لما عبر عنه وصل بطريقه غلط، وكانه بيقول لها هنحب حب عمر ما حد حس بيه، هتحكي الناس عليه، هيقولوا شوفوا حبوا بعض قد ايه. والله شوفوا حبوا بعض قد ايه. والحقيقه يا عريس احنا عرفنا وكل الناس عرفت، مفيش سيره على لسانهم في الساعات اللي فاتت الا سيره العروسين دول. شاركونا برأيكم، تفتكروا من فرحته ما خدش باله وده تصرف عفوي ويعدي، ولا لازم العروسه تاخد بالها بعد كده وتحط عينها في وسط راسها، لا تكون دي ريد فلاجز ولا حاجه لا قدر الله، ويحصل فيها زي ما حصل في عروسه الاسماعيليه؟ اصل مفيش حاجه مضمونه اليومين دول يا جماعه.